في واحدة ست جوزها توفى وساب لها طفل عنده 4 سنين. والحقيقة الست دي كان ملهاش أسرة كبيرة ولا ملهاش أسرة، يعني تقريبا يقولوا مقطوعة من شجرة يعني. هي ما رضتش تتجوز بعد جوزها وقعدت تربي في ابنها الصغير 4 سنين، وبقت هي ايه ابنها الوحيد، يعني ما عندهاش غيره. وقعدت هي سندها الولد ده وهو فرحان بأمه وما لهمش غير بعض. يكبر الولد ودخل كلية هندسة، فرحت بيه جدا ودخل كلية حلوة وكانت طايرة بيه. الولد في أول سنة في كلية هندسة وتقريبا في أول شهر من الكلية يعني بيعدي الشارع عربية تخبطه ويموت. ايه اللي بيحصل ده؟ اخدت جوزي ابني الوحيد تاخده؟ ايه ده؟ معناه ايه؟ محدش فاهم. وتاخده بالطريقة دي وتاخده في السن ده؟ طب يا اخي افرح بيه، طب يا اخي خدنا انا الاول وبعد كده اي حاجة. ايه اللي بيحصل ده؟ مش فاهم. ابونا بيحكي لي بيقول لي طبعا الست في الجنازة هي مش طايقة الصلاة اساسا، واقفة في الجنازة. ابونا بيقول لي يا ريتها كانت بتعيط، هي مش بتعيط وده الاصعب، هي واقفة مكشرة كأنها بتدينا رسالة انجزوا في اللي انتوا بتعملوه ده عشان انا مش طايقة اقعد في المكان ده في الجنازة. ابونا بيقول لي خلصنا الصلاة، رحنا المدافن، دفنا، رجعت معاها البيت. بيقول لي البيت عندها في زي صالون كده تحت، في صورة كانت حطها في صدرية الصالون كده، صورة للمسيح وتحتها زي كنبة كده. بيقول لي فوجئت بحاجة غريبة جدا، لقيت صورة المسيح اللي في الصالون دي مكفية على وشها. قلت بس هي ايه، مغفلقة. بيقول لي قعدت طول فترة ما انا قاعد لغاية لما الناس يعني يعزوها عمال افكر الست دي يقولوا لها ايه. احنا دايما ككهنة ابسط كلمة لما نيجي نقولها في الحاجة زي نقول ايه؟ ربنا يعزيك. طب هي ربنا قلب وشه فهيقول لها ايه؟ فبيقول قعدت افكر وانا قاعد يا رب قول لي اعمل ايه. بيقول لي ربنا راح بعت لي فكرة كده. استنى الناس كلها بعد ما مشيت وراح لها وبيقول لي برضو ما زالت مش بتعيط، هي مكشرة، وده معناها ان هي حابسة جواها طاقة غضب، ودي كارثة. هي لو تنفجر تصوت تعمل اي حاجة هيبقى في مصلحتها. بعد ما خلص راح لها اخر واحد قال لها يا مدام ممكن اطلب منك طلب؟ قسيس هيطلب منها طلب، هيطلب منها ايه؟ تعمل له محشي؟ اكيد حاجه تخص مين؟ ربنا. راحت هي مدياله قنبله بقى، قالت له بص اي حاجه تخص ده ما تقولهاش. يلا. وبتقول ايه؟ ده. بيقول لي انا لوحدي كده حاجه لا اراديه رحت قلت لها ايه؟ مش انت زعلانه من ده؟ قالت له ومش طايقاه. قال لها ممكن تقولي له الكلمتين دول؟ طبعا هي ما لقتش يعني سبب انها ترفض. ابونا ما قالهاش حاجه وحشه على فكره، قال لها بيقول لي ما قلتلهاش ربنا، قلت لها جاوبتها بنفس اللغه بتاعتها، مش انت زعلانه من ده؟ كلمي قولي له الكلمتين دول. قالت له حاضر وسابها ونزل. جه ابونا في الثالث يصلي الثالث عندها في البيت. فاول ما دخل البيت عينه راحت لقطت الصوره، لقى الصوره ايه؟ اتعدلت. سلم عليها وراح لها في ودانها الحمد لله على السلامه،
بس وحياة الغالي اللي سافر أنا مش ماشي من النهارده غير لما أعرف إيه اللي حصل. صلى التالت، وهي بيقول لي في التالت الابتسامة على وشها، الراحة اللي موجودة، وجايبه لهم أكل اللي جايين يصلوا التالت، وعاملة لهم ساليزونات وعاملة لهم حاجات. مين دي؟ أبونا قال أكيد في سر حصل. خلص التالت وقعد واستنى لغاية برضه ما الناس كلها مشيت، وقال لها لازم أفهم الصورة دي اتعدلت إزاي. قالت له أحكي لك يا أبونا. قالت له بعد ما قدسك مشيت أنا طبعا كانت جوايا طاقة غضب غير عادية. قال لها ما أنا كنت ملاحظ عليك، كنتي كاتمة في نفسك. تقول له رحت قدام الصورة دي اللي أنا مش طايقاها وقعدت بقى، أنت مش موجود، أنت ما عندكش رحمة، أنت زي ما بيقولوا عليك أنت رحيم، أنت ما شفتش الرحمة، ليه بتعمل معايا تك 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 تك، عمالة تديله إيه؟ كل بقى اللي كانت كاتماه طلع انفجار. بتقول له لدرجة إن أنا طبعا الجنازة من الصبح والدفنة وأنا كاتمة في نفسي، جسمي اترعش كله، ومن كتر التعب اترميت على الكنبة، رحت في نومة. يقول له أول ما نمت اتخذت في رؤية كأني حد جه أخدني، مشيت وسط سحاب كبير قوي بس أنا حاسة، ومرة واحدة السحاب ده انقشع راح، لقيت بوابة ضخمة كبيرة شكلها جميل قوي، ولقيت ابني واقف على البوابة بيقول لها تعالي يا أمي معايا. تقول لي مسك إيدي، أنا حسيت بإيده وهي مسكاني، حسيتها وفرحت قوي إن أنا شفته. تقول له كنت أول مرة أضحك من ساعة ما حصل الموقف. قال لها تعالي يا أمي أوريكي أنا قاعد فين. تقول لي أخدني في مكان، بيت حلو، مكان جميل. فأبونا بيقول لها وصفي لي كده المكان. أبونا بيدي شوية تستات كده حلوة، يعني أبونا حلو قوي كلكم عارفينه. فبيقول لها وصفي لي كده المكان اللي هو فيه شكله إيه. قالت له مش هعرف، فعلا زي ما انتوا بتقولوا ما لم تره عين، مكان ما فيش تعبيرات لغوية تقدر تبين الجمال اللي هو موجود فيه. وقعد يتكلم معايا، وبعد كده واحنا بنتكلم بيقول لها ماما ماما شايفه مين اللي هناك ده؟ تقول لي لقيت واحد بحصان اسود، عارفينه طبعا، ابو سفين. ابو سفين ما ركبش غير حصان اسود وموجود معاه في السماء، هو نعرفه بالحصان الاسود، مرجرجس حصان ابيض. شوفي مين ده، كلهم بالاشكال، بتقول بالاشكال اللي احنا نعرفها في الارض. وبعد كده بعد شويه قال لها بصي مين الجميله اللي داخله علينا دي. قالت له ايه ده، دي الست العذراء. وجات الست العذراء وسلمت عليها وقعدت جنبها. بتقول قعدت جنبي وانا بتكلم معاها وهي بتتكلم معايا، مبسوطين اخر انبساط. بتقول مره واحده واحنا قاعدين لقيت الست العذراء راحت موقفه كلام ووقفت، وابني راح واقف وانا قاعده مش واخده بالي، وابني عمال يشاور لي بيقول لي ماما اقف. ايه انا مش فاهمه في ايه. بتقول لي فوجئت برب المجد جاي علينا، جه ووجه كلامه ليا، قال لي يا مدام فلانه او اسمها يعني، هوعدك وعد وحسب اجابتك انا هنفذه. قالت له ايه يا رب؟ قال لها تحبي تاخدي ابنك معاكي وتنزلي الارض؟ بتقول لابونا، بتقول له من غير او قبل ما يكمل ربنا كلمته قلت له لا خليه هنا. تقول اول ما قلت الكلمه دي انا فقت عندي راحه يا مرتاح. ابونا بيقول بقى ايه السر كله في الموضوع؟ ان انا عملت ايه؟ ربطتها بربنا. فربنا هو الوحيد اللي عرف
يطبطب عليها ويطلعها من اللي هي فيه. كان كل المعزيين بيتعبوها، أبونا نفسه مش عارف يعمل لها حاجة. الوحيد هو ربنا اللي يعرف، وخلى الإجابة تطلع منها هي. قالت له خليه ما تنزلوه، ما تجيبوش تاني الدنيا. مين اللي يعرف يعمل كده؟ مين اللي يعرف يبدل الحال ده كده؟ هو. عشان كده بقول لكم النصيحة النهاردة بختم بيها كلامي. لما يجي لك التهيؤات، لما يجي لك التعب ان الله نسيك، وتقوله زي ما داود قال إلى متى يا رب تنساني، اجري عليه. هو الوحيد اللي هيديك الإحساس انه موجود. هو الوحيد اللي هيطيب القلب. قولوا لي الست اللي زي دي بالحالة اللي حصلت لها دي، ايه اللي ممكن يطيب قلبها؟ ولا حاجة. ولا عظات تنفع معاها، ولا طبطبة تنفع معاها، ولا أصحاب ينفعوا معاها. دي واحدة أرملة وفقدت ابنها الوحيد، مفيش أي حاجة تنفع معاها. بس هو اللي يعرف يغير.